طبعا عبده وحسام كانوا واخدينها جري على عمارة حسام، ما كانوش مفكرين طيارة عليه. وأول ما بيوصلوا بيشوفوا اللي كانوا عمرهم ما يتوقعوا إنهم يشوفوه. إيه ده يا اسطى؟ إيه اللمة دي كلها؟ معرفش يا اسطى، هو الحارة عندكم من إمتى وفيها ناس كتير كده؟ مين دول؟ أنا عارف يا أخويا، يلا بس يلا نشوف. أول ما بيعدوا من وسط الناس كده وبيشوفوا إيه اللي جوه بيدخلوا في حالة ذهول، حاجة مش طبيعية اللي هما شايفينها قدام عينيهم. بنشوف بنت وقع على الأرض في نص المدخل وفي خفافيش مليانة حواليها ميتة. عبده وحسام باصين للمنظر هما مبرقين مش فاهمين حاجة، مين دي وايه الخفافيش اللي حواليها كلها دول؟ فيروح عبده رامي عينه على الباب بتاع أوضة البواب يلاقيه مفتوح، فيروح مشاور لحسام عليه كده، فيروح حسام قايل له يعني هي اللي فتحته؟ أكيد، بس مين دي وليه فتحته؟ يلا بس نطلع بس نشوف عشان نجيب الشنطة ونبقى نشوف الموضوع ده بعدين. فيروحوا واخدين بعضهم من الجنب كده معديين وطالعين، أصل مفيش حاجة تساعدهم إنهم يقفوا يبصوا للمنظر، ولا المنظر مساعدهم ولا الريحة، أصلا مفيش أي حاجة تسمح لهم إنهم يقفوا. فيروحوا معديين من الجنب زي ما قلتلكوا كده وطالعين عشان يجيبوا شنطة عبده من فوق. ركزوا بقى في اللي هقولكوا دلوقتي. عبده كان خايف، كان مقلق، كانش عايز حسام يفتح الشنطة بعد اللي قراه في الورقة واللي سمعه من الواد. ما كانش عايز حسام يفتح الشنطة أو يشوفها، كان عايز يطلع بسرعة ياخد الشنطة ويحجج بأي حاجة، المهم إنه ما يفتحهاش. كان عايز يفتحها لوحده فعلا عشان كان خايف لحسام يتضرر. وكده كده أصلا لما كان عبده بيقرا الورقة كانت أم حسام رنت على حسام، فما كانش مركز معاه. يعني عبده كان بيقرا الورقة لوحده وحصل الكلام ده، فراح حسام بسرعة قفل مع أمه عشان يبدأ يحوش ما بينهم والواد اللي اتخانق معاه والحاجات دي كلها، وحصل اللي حصل. ولما جه برضه الواد اللي كان بيتخانق مع عبده جوه بيبوس دماغه وقال له برضه الكلمتين دول، برضه كان عبده بس اللي سمعه، كان بيوشوشه وحسام ما سمعش حاجة. فكل اللي حسام عارفه ان الشنطة في شقة حسام بس، فعشان كده تلاحظ ان عبده مسابق حسام بخطوة، يعني هو اللي طلع الاول، هو اللي ياخدها جري كده. كان فعلا قلقان عليه وخايف لو هو اللي يفتح الشنطة او يفتحها وهو واقف جنبه فيحصل يعني حاجة لحسام او يتضر. فاهمني كده؟ يلا نكمل. المهم اول ما عبده وحسام يطلعوا يفتحوا باب الشقة ويخشوا، عبده ياخدها جري على أوضة حسام. هو كان فاكر ان الشنطة في أوضة حسام، مخدش باله ان مكتوب في الورقة الشنطة في شقة حسام، محددش فين. المهم عبده دخل فراح حسام واخد جري وراه، لسه حسام داخل فراح رامي عينه على الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة عبده موجودة في الصالة. يعني عبده دخل يدور عليها في الأوضة وهي موجودة في الصالة، ومين اللي شافها؟ حسام. فحسام ما يفكرش يروح نادي عليها على طول، يعني يجي بسرعة ياخدها ويجي يقف قدام الأوضة وينادي عليه: عبده يا عبده يا عبده، أنا الشنطة معايا يا عبده، أنا لقيتها يا عبد الرحمن. رغم المسافة اللي ما بينهم كانت كبيرة، لكن مش لدرجة ان هو ولا يسمعه ولا يشوف. ده في الأوضة التاني في الصالة اللي في وشه على طول. بس كان ساعتها ظهر اللي منع عبده من انه يشوف او يسمع حسام. فراح مرة واحدة ظهر جنه قدام حسام كده، بقى حرفيا ما بينهم هما الاتنين، يعني حسام في الصالة عبده في الأوضة، تمام؟ راح الجن ده ظهر قدام الأوضة، يعني ما بينهم هما الاتنين. مش هيسمعك ولا هيشوفك، تقريبا كده مش هيحس بيك، روح افتحها انت. مرة واحدة يا جماعة نلاقي حسام فرح مبرق وعينه اسودت بالكامل، وضحك ضحكة خفيفة كده، ابتسامة خفيفة، وخد بعضه وراح على الشنطة ماشي زي الروبوت كأنه متبرمج على حاجة، مش بإرادته، لا 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 لا. المهم يوصل يقف قدام الشنطة فيروح فاتحها، هو يفتحها من هنا النور يقطع في المنطقة كلها.